السلام عليكم، ازيك يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور ابراهيم. قلت اطلع دردش معاكم كده، والطريق واقف شويه فنستغل الوقت ده يعني. دراسه طب. دراسه طب من المجالات التنافسيه شويتين، تلاتة أربعة خمسة ستة. يعني دايما احنا بنبقى في تنافس مع نفسنا ومع اللي حوالينا، دايما في امتحانات، دايما في ضغط. فيعني المجال من المجالات الصعبة شوية، اللي ممكن يعني ممكن مش كل الناس تستمتع بيها، وممكن مش كل الناس تنفع فيها. فاهمني؟ الموضوع محتاج مجهود شوية، او يعني حتى لو انت ما كنتش متعود على الشكل ده من اللايف ستايل، لازم تتعود على الشكل ده، لان هو ده ده نوع اللايف ستايل اللي انت ممكن يعني هتستمر عليه معظم الوقت. فلازم تتعلم تستمتع باللي انت بتعمله. دي نقطة مهمة جدا. لازم تتكيف مع الشكل ده من اشكال الحياة. وعشان تتكيف مع الشكل ده لازم يبقى عندك ايمان كامل ان اللي انت بتعمله ده مهم للغاية. ان اول حاجة، مجال الطب من اهم المجالات على الاطلاق، ومجال مؤثر جدا، ومجال فارق مش في اشكال الحياة، لا، فارق في حياة البشر اصلا يعني. فاهمني؟ يعني انا عارف طبعا ان ممكن الامر ده يبقى صعب شويه على اخواتي اللي لسه في الكليه ان هم يدركوه، ولكن اما بتبدا تشتغل بتبدا تعرف ان كل حاجه اتعلمتها فرقت معاك. فاهمني؟ وان المعلومه اللي انت بتدرسها في الكليه مش بس بتدرسها عشان تدرسها، انت بتدرسها عشان ديت هتفرق في علاج مريض، هتفرق في حياه مريض. فاهمني؟ وانت بتشوف الامثله ديت حاضره قدام عينك وانت شغال، يعني ان انت مثلا يجيلك مريض، يعني تكشف عليه وتعالجه، وبعد شويه المريض يجيلك مثلا تشوفه تاني تلاقيه اتحسن. كنت في وورد راوند النهارده وشفت المريض ووصفت له علاج او تابعته، جيت تاني يوم لقيت المريض بدأ يتحسن وبدأ حياته تتغير حرفيا. فساعتها بتعرف ان يعني كل اللي انت عملته في دراسة الطب بيبدأ يتصاغر ويصغر قدام عينيك، قصاد التأثير اللي انت أثرته في حياة الإنسان ده. يعني تطبيق على الكلام ده، من كام يوم جالنا العيادة مريضة، آم، يعني عندها very long background، يعني الميديكال هيستوري او الباست ميديكال هيستوري بتاعها كبير، من ضمنها انها عندها end stage renal failure، وحصل في وقت من الاوقات ان هي دخلت في سيبسس، والسيبسس ديت عملت لها بتر في الاربع اطراف. تمام. بتر في الابر ليمب، يعني the whole upper limb، وبتر الفوت بوث سايد يعني. ف... فطبعا حاجه صعبه جدا الصراحه يعني. الحاله ديت او المريضه دي اتعمل لها ارم ترانسبلانت. انا صراحه كانت اول حاله اشوفها معمول لها ارم ترانسبلانت، اول حاجه اشوفها عامله بوس ارم ترانسبلانت، يعني مش دراع واحد. انا بتهيألي حتى عددهم على مستوى العالم قليل جدا يعني. فاما شفت الحاله ديت بعد الارم ترانسبلانت، يعني حياتها اتغيرت تماما. يعني يعني الحاله او المريضه، يعني معلش بستخدم كلمه حاله، المريضه كانت يعني حياتها تقريبا وقفت، حياتها خلاص. يعني تخيل حد كده مع اطرافه راحت، ومره واحده انت ركبت له اطراف يعني. ف فساعتها يعني ما جاش في دماغي غير حاجه واحده بس، ان هو لا، الطب فرق كتير كتير، فرق في حياتها تماما، يعني غير حياتها 180 درجه يعني. يعني لما تيجي تفكر في الامر، يعني ازاي، يعني هو اتولد جواه شعور في الوقت ده ان هو اللي احنا بنعمله ده حاجه عظيمه جدا. اللي احنا بنعمله بيغير حرفيا شكل حياه البشر. يعني الحمد لله ان ربنا جعلنا اسباب في المنطقه دي. فده ما بيجيش من فراغ، هو ده يعني الارم ترانسبلانت ده هو اللي وصل له. ذاكر اناتومي وذاكر فيسيولوجي وذاكر باثولوجي وذاكر فارماكولوجي وذاكر جنرال سيرجري، واشتغل واتدرب وعمل عشان في الاخر يوصل لفكره ان احنا ممكن نزرع عضو، ان احنا ممكن نزرع
يعني الدراعين، وان الشخص ممكن يعني مع ان برضه المنطقه ديت يعني منطقه يعني حته زراعه الاطراف ديت لسه لحد ما يعني ايه في مرحله تطوريه، يعني كل يوم بيكتشفوا فيها حاجات جديده وكل يوم بيضيفوا لها. بس ستيل المريضه اتحولت يعني 180 درجه بعد الزراعه. فدي حاجه تخليك تعرف ان كل اللي انت بتعمله في الكليه ده مهم. ابسط العلوم اللي انت بتدرسها في الكليه مهمه، الليالي اللي انت سهرت فيها ديت كلها مهمه. ليه؟ لان حرفيا كل يوم انت بتفرق في حياه الناس. انت حرفيا ماشي كده في المستشفى، طبعا لازم يكون عندك نيه للي انت بتعمله ده. ماشي كده في المستشفى بتاخد ثواب عظيم جدا، بتاخد اجر كبير جدا جدا من ربنا. ربنا حطك سبب في المنطقه دي. فعشان كده يعني صبر نفسك وعزي نفسك وارفع من همتك آه بالامور دي. اعرف ان اللي انت بتعمله ده مهم للغايه وفارق في حياه البشر. وعلى فكره يعني انت هتجني ثمار ذلك. بس يعني ايه، محتاج بس تصبر. يعني كل حاجه محتاجه صبر، او كل حاجه كويسه محتاجه صبر. فمن ضمن الحاجات اللي انت لازم تعود نفسك عليها او تعلمها لنفسك هي ان انت تصبر. النجاح محتاج صبر، والوصول محتاج صبر. فاصبر واجتهد وان شاء الله يعني انت اصلا وصلت. بما انك في طب فانت وصلت، ولكن هتوصل لحاجات اكبر من كده طول ما انت مجتهد. بالتوفيق ليكوا جميعا. السلام عليكم.